السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء السعادة، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كلاكيت تاني مرة. زي ما بيقولوا هنعمل مع بعض لتاني مرة بسكوت الملكة. بس المرة دي بقى جايبالكوا الطريقة بالتفصيل، يعني بصوا جايبالكوا المقادير بالتفصيل الممل. يعني للي ما عندهوش ميزان هنشوف هنعملها بالكوباية وبالجرام وبالمعلقة وبكل حاجة. يعني انا سهلت عليكم الموضوع جدا، هتطلعيه زي ده واحسن كمان ان شاء الله. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الفيديو على طول عشان نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. متنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك لقناتي لو انتوا اول مرة تشوفوني، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الفيديو على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا دي المقادير كلها، تمام كده. معايا الدقيق هنا ده 500 جرام دقيق، تمام. ومعايا هنا دي 50 جرام زيت. انا جايبه لكم كل حاجه بالكوبايه وبالميزان. ومعايا ده سكر بودر 100 جرام سكر، ومعايا ده بيكنج باودر 12 جرام، ولبن بودر 20 جرام، وده نشا 40 جرام، والزبده 200 جرام، والكوبايات عشان نشتغل بالكوبايه وبالميزان وكل حاجه. اولا كده الدقيق معايا قلنا 500 جرام اللي هم 4 كوبايات. شايفين الكوبايه اللي معايا دي بنفس مقدار الكوبايه. طيب الزبده لو احنا ما عندناش ميزان انا شغاله لكم بالاتنين. يعني لو انت ما عندكيش ميزان وعايزه تشتغلي بالكوبايه وهي نفس المقادير بالظبط، الزبده هنا هاخدها كده واحطها في الكوبايه معاكم علشان تشوفوها. هتطلع معانا قد ايه بالكوبايه. انا وزنها 200 جرام. لازم الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. يعني لو انت حطاها في التلاجة يا ريت تطلعيها من الصبح لو هتشتغلي بيها بالليل عشان تفك معاكي كده وتكون حلوه. تمام. هبدأ اخدها كده احطها في الكوباية. بصوا انا بضغط عليها في الكوباية عشان املاها، لان الكوباية تحت بيكون فيها فراغات هواء، فانا بضغط عليها عشان الكوباية تتملي كلها بالزبدة. وهاخد كل حاجة معايا في الطبق اللي انا وزنه فيه ده، لاني كل فتفوتة يعني بتكون بالميزان بالجرام، لاني انا وزنه بالجرام. تمام كده. حتى اللي في المعلقة شايفين، يعني اللي في المعلقة كمان بشيله. فانا خلاص كده ضغطت الكوبايه اهي، هوريها لكم علشان تتاكدوا منها. شايفين الكوبايه ما شاء الله مليانه على اخرها. بتملي كوبايه بنفس الطريقه دي بالظبط. شايفين بنفس الطريقه، انا بوريكم مفيش فيها اي فراغات هواء. طيب هنجيب الميزان بقى علشان نشوفها كمان معاكم بالميزان. متنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام وتدعوا لي على الفيديو ده. والله الفيديو ده تعبني جدا علشان اصوره، لاني انا مصوره المقدار ده كله قبل كده وصورته تاني عشان خاطر عيونكم الحلوه. شايفين انا بحط الكوبايه قدامكم اهو، بحررها على صفر، وبرجع اشيلها واحط كوبايه الزبده 200 جرام، 202 جرام كمان، يعني 200 جرام. تمام كده. هبدا افضيها معاكم اهي في البوله علشان اشتغل معاكم على طول ونشوف بقيه المكونات. فما تنسوش بقى زي ما انا قلت لكم كده تعملوا لايك للفيديو وكملوا الفيديو للنهايه لانه مفيد جدا جدا. هبدأ افضيها كلها. بصوا مش هسيب حاجة في الكوباية، يعني زي ما انا قلت لكم قبل كده، يعني مش هنسيب اي حاجة لان كل ده احنا وزنينه عشان المقدار بتاعنا يطلع مظبوط. تمام. هنبدأ بقى نشوف بقية المكونات، هنركنها على جنب كده ونشوف بقية المكونات بتاعتنا. هنرجع تاني للميزان وهنرجع للكوباية بتاعتنا. بصوا انا حطيت الكوباية ورجعت حررتها، يعني خليتها على صفر. تمام. معايا ده السكر البودر. السكر البودرة 100 جرام. 100 جرام يعني قد ايه؟ انا بحطه كده بالمعلقة معاكم علشان نشوف هيطلع معانا قد ايه بالظبط. يعني بفضيه حبة حبة كده. هيطلع معايا كوباية الا ربع بالظبط. بصوا كوباية الا ربع. شايفين؟ يعني طلع معايا ال100 جرام زائد جرام يعني. انا بشيلكوا هنا الجرام كمان يعني. بصوا شايفين المقدار قد ايه؟ يبقى ال100 جرام معانا هنا طلع كوباية الا ربع. هبدأ اخد السكر بتاعي البودر ده بقى كده على طول على انخله. طبعا السكر بودر ده انا بجيبه جاهز، لو هتعمليه في البيت انخليه مرة واتنين وتلاتة علشان المقدار بتاعك يطلع حلو كده. يعني البسكوت بتاعك او الشغل بتاعك عموما النواعم تطلع حلوة. كل ما السكر بودرة بيكون ناعم كل ما بيكون افضل. نرجع تاني بقى للكوباية. انا الكوباية هنا حررتها على صفر اهي. وهجيب معايا النشا. النشا 40 جرام. تمام. على فكرة الحاجات دي كلها انا وزناها من قبل ما اشتغل، يعني وزنها الاول
وبعد كده بحطها معاكم تاني على الميزان في الكوباية عشان تتأكدوا هي قد ايه. هي طلعت معايا بالمعلقة حوالي معلقتين كبار ونص. تمام، بصوا هي طلعت معايا هنا في الكوباية حوالي تلت كوباية، يعني طلع هنا 41 جرام، يعني زي ده جرام واحد. تلت كوباية يعني مش مكملة نص كوباية، تلت كوباية نشا، معلقتين كبار ونص. تمام كده. طيب هنروح بقى للبن البودر. اللبن البودر بتاعنا احنا قلنا 20 جرام لبن بودر، 20 جرام. 20 جرام بقى هنا يعني بالمعلقة زي ما احنا شايفين كده معلقتين. طيب في الكوباية مش مكملين ربع، يعني مش مكملين ربع كوباية، أقل بكتير. اهم 20 جرام على الميزان. تمام. طيب لو هناخدهم بالمعلقة الكبيرة كده معلقتين. شوفوا انا جبتهم لكم كمان بالمعلقة عشان تتأكدوا من المقادير. تمام. والبيكنج باودر هنشوف دلوقتي بالمعلقة يطلع قد ايه. ده الدقيق اهو، نص كيلو، 500 جرام، اللي هم 4 كوبايات مليانين، 4 كوبايات بنفس الكوباية مليانين. تمام. بدأت اضيف هنا النشا واللبن البودر والبيكنج باودر. البيكنج باودر 12 جرام. بصوا معلقة من معلقة الاكل الكبيرة دي مليانة اهي، معلقة كبيرة مليانة، وحوالي نص معلقة مش مليانة. دي كده يعني حوالي نص معلقة بس مش مليانة. جبتها لكم كمان بالمعلقة اهو علشان تتأكدوا. هقلب بقى كل ده، بس مش هننسى طبعا رشة الملح، يعني شايفين دي رشة بسيطة كده ورجعت المعلقة تاني، رشة ملح. وهقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض، مكونات الجافة كلها بنقلبها مع بعض. تمام. وطبعا الزيت معايا 50 جرام، اللي هي ربع كوباية، ربع كوباية زيت، ما ننساش الزيت. خلاص كده قلبت بقى المكونات الجافة هنركنها، ومعايا الزبدة والسكر وهنزل عليهم بالزيت. وهنبدأ، ده الزيت 50 جرام اللي هم ربع كوباية. وهبدأ بقى اقلب كل ده بالمضرب الكهربائي، وهنشتغل بيهم او في العجان اللي يريحك، بس اهم حاجة الزبدة تكون طرية معاك علشان يعني متتعبكيش في الضرب. هضرب كل ده لحد ما القوام بتاعها يفتح معايا خالص كده وتكون هشة وحلوة. خلاص كده انا قعدت اضرب فيها شويه، كل شويه على فكره بقلبها بالاسباتولا، يعني معايا الاسباتولا جنبي كده، اجيب الزبده من فوق ومن تحت وهنا وهنا، واعمل. المره اللي فاتت عملتها معاكم في العجانه على فكره، واتلخبطت في المقدار وقلت 200 جرام سكر، ورجعت صححتها لكم في الكومنتات وفي التعليق والصندوق الوصف، لاني سبت لكم المقادير في صندوق الوصف. وكان العجان المقدار ده كان تايه في العجان، في حلة العجان، لان الحلة ما شاء الله كبيرة، فالافضل ان انا اضربها بالمضرب. بعد ما ضربتها هنا كده معايا بيضة ما ننساهاش، هي بيضة واحدة على نص كيلو. هنزل بالبيضة واضربها كويس قوي لحد ما تختفي. بعد ما تختفي انزل بكيس الفانيليا، معايا كيسين فانيليا صغيرين. هنزل بيهم ليه بقى؟ لاني الفانيليا كل ما نضرب فيها، يعني لو انا حطيتها في الاول وضربت الريحه بتاعتها بتروح، فالافضل ان احنا بعد ما البيضه تختفي تماما ننزل بالفانيليا ونضرب ضربتين كده وخلاص. تمام، يقوم الريحه بتاعت الفانيليا تفضل موجوده. خلاص كده هديها بس ضربتين وخلاص كده المضرب بتاعنا مهمته كده انتهت خلاص. هبدأ اشيل الزبدة دي كلها كده، هنزلها وانزل بنص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق كله هنزل بيه على المكونات بتاعتنا وابدأ اقلب. وانزلي بيه كله ما تقلقيش، يعني المقادير على فكرة مظبوطة جدا جدا، يعني مظبوطة بالشعرة زي ما بيقولوا. لبست جوانتي هنا علشان اعرف اقلبها كويس. طبعا البولة اللي كانت معايا هنا دي كانت صغيرة، ما عرفتش اتحكم فيها ولا يعني اعجنها، فنزلتها على المفرش اللي معايا اللي انا كده كده هشتغل عليه. تمام. والجوانتي اللي معايا ده غلبني برضو، فقلعته ولبست جوانتي تاني افضل للعجن، احسن من ده بكتير جدا. ده هشيله خالص دلوقتي بقى وهلبس جوانتي تاني، ده هيساعدني على طول على اني اشتغل. طبعا كل ده هلمه على طول، مش هتاخد وقت على فكرة في اللم، يعني هنلمها على طول دلوقتي وهنشوف شكلها عامل ازاي. بصوا مسكتها كده بايديا الاتنين من هنا ومن هنا، لميتها على طول، يعني لو في بولة العجان بقى دي بالمضرب اللي هو الكف
هتتلم معاكي بسرعة. شايفين لميتها بسرعة يعني، والله ما اخدت وقت خالص. خلاص كده العجينة بتاعتي بسم الله ما شاء الله مظبوطة ومقدارها حلوة جدا جدا، ما سبناش ولا فرفوتة على المفرش بتاعنا. شايفين ما شاء الله ده شكلها. حطيتها بقى في البولة معايا او في الطبق اللي معايا، وهبدأ اجيب كيستين، اكياس تلاجة. افضل بصراحة، دي افضل طريقة تعملي بيها البسكوت. وبعد كده بقى بالنشابة وببدأ افرد السمك بتاعها. احنا مش عايزينه رفيع قوي علشان البسكوت بتاعنا ما يتحرقش، وفي نفس الوقت مش تخين قوي، هو كده كده هينفخ معانا لان احنا حاطين عليه بيكنج باودر. معايا بقى القطاعة دي، قطاعة الملكة. بسكوت الملكة بتيجي كده القطاعة ومعاها ورقة ترانسفير اللي بنعمل فيها الشوكولاتة. انا كنت وريتها لكم في الفيديو اللي فات. تمام، ده السمك بتاعها حلو جدا. هبدأ ارصه معايا في الصينية اللي معايا. الصينية اللي معايا او الصاج اللي معايا مقاس 30 في 40. هياخد الكمية كلها. قطعت لي قد ايه كام بسكوتة؟ حوالي 72 بسكوتة. هتقطع معاكي حوالي 72 بسكوتة، ممكن يزيدوا بسكوتين يقلوا بسكوتين حسب تقطيعة ايدك او حسب فردة ايدك انتي. تمام، الكمية اللي معايا دي بالظبط هتيجي في الصاجين، يعني هتيجي في الصاجين بالظبط مظبوطة. شايفين هنا انا بوريكم شكل البسكوتة ما شاء الله. وده الصاجين، والحتت اللي هي الطويلة شوية دي اللي احنا عاملينها ستيك دي كانت اخر قطعة عجينة انا بوريها لكم اهي. اخر قطعة عجينة رحت انا عاملاها كده زي السابليه اللي هو الستيك وبنحطه كده. دي حطيتها يعني كده بين الصواني لاني ملهاش مكان بصراحة. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180. شايفين اللون بسم الله ما شاء الله، ما تسيبوهاش تحمر قوي، يعني كل ما تطلعيها لونها فاتح بيبقى احلى بكتير جدا. قعدت معايا حوالي تلت ساعة، يعني انا دخلت الصاجين مع بعض قعدوا تلت ساعة. شايفين ما شاء الله البسكوتة ده الحجم بتاعها دايبة دايبة والله يا جماعة، طعمها تحفة جدا جدا جدا. انا هوريها لكم هنا، اكسر لكم حتة دي. هوريكم الذوبان، بصوا بتدوب في الايد ذوبان بجد، حلوة جدا جدا ما شاء الله. معايا بقى هنا دي شوكولاتة، انا استخدمت شوكولاتة بالحليب. في ورقة الترانسفير بتاعة القطاعة بتيجي معاها ورقة اللي انا بعمل فيها الشوكولاتة. تمام، هي بتيجي ورقة واحدة بس مع القطاعة دي موجودة في محلات مستلزمات الحلويات. معايا هنا دي الكيس اللي معايا ده فيه شوكولاتة سايحة. دي اللي انا بلزق بيها الشوكولاتة اللي معايا. ببدأ اخد كده على كل واحدة واحط جزء من الشوكولاتة كده زي ما احنا شايفين. والبسكوت عندي هنا كان دافي على فكرة، يعني كان دافي ما كانش بارد تماما. وببدأ اخد الشوكولاتة والجو اصلا برد، اصلا ساقع جدا. والبسكوت كان دافي، فكنت حطيت الشوكولاتة وببدأ الزق على طول، وبحاول ان انا اظبطها تكون جاية في المنتصف، يعني ما تكونش جاية بميلة ولا الكلام ده. بتحاولي تظبطيها بس عشان الشوكولاتة تكون جاية في النص بالظبط. شايفين هي سريعة جدا، ما خدتش معايا وقت خالص. فين الجمال ده بقى، حاجة كده يعني والله يا جماعة حاجة تحفة تحفة. اللي ما عملش لايك لحد دلوقتي بقى يعمله، لان الفيديو والله يستاهل. الفيديو ده انا مصوراه مرة ليكوا قبل كده ورجعت صورته تاني عشان خاطر كل حبايبي اللي سألوا عايزين المقدار بالكوباية وبلاش بالميزان، والناس اللي عايزة بالميزان والناس اللي عايزة بالمعلقة، يعني كل حاجة جبتها لكم بالتفصيل. هنا خلاص عملت الكمية اللي معايا دي. الكمية نص كيلو هياخد معاكي 600 جرام شوكولاتة عشان يكون عندك فكرة بس. انا هنا كنت عاملة 200 جرام شوكولاتة، عملت المقدار ده. وهكمل بقية البسكوت اللي معايا على فكرة، بس انا صورت لكم الجزء ده بس. النص كيلو دقيق هياخد معاكي 600 جرام شوكولاتة بالحليب. الشوكولاتة بنحط عليها معلقتين زيت او 3 معالق. لما بتيجي كل 200 جرام بحط عليهم معلقتين زيت. لما بتيجي بتسيحيها على حمام مائي البخار يعني او في الميكروويف. شايفين بسكوت القمر بتاعنا تحفة. خلي اللون بتاعه يكون فاتح كده، متغمقيش اللون، بجد حلو قوي قوي ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو بتاعي ده عجبكم تستفيدوا منه. وما كنتش طولت عليكم في الفيديو. بحبكم جدا واسيبكم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.